مساء الخير مستمعي إذاعة ستار اف ام من وين ما كنتوا عم تتابعونا. حلقتنا اليوم عن العنف ضد الطفل. قبل ما نبلش الحلقة رح نعمل بعض استطلاعات الرأي وكيف المرأة بتعامل أولادها بالبيت، شو الطريقة اللي بتتصرف فيها إذا ابنها شاغب أو عمل تصرف مو منيح أو كب شغلة على السجاد أو ضرب أخوته أو تخانق مع أولاد الجيران. وهلأ منشوف كذا استطلاع للرأي قبل ما نبلش حلقتنا مع ضيفتنا رشا العلي. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ممكن تقولي لنا إذا ابنك غلط أو جاب علامات مو كويسة بالمدرسة كيف تتصرفي معه؟ حصرا إنه يكون بالمدرسة، يعني يكون طالب بالمدرسة جاب علامات مو منيحة، كيف تتصرفي معه؟ بتضربيه مثلا، بتلجئي للضرب أو بتوبخيه بالكلام الحلو؟ لا أبدا. هلا بالأول إذا كان طالب مدرسة بالأول بحط الحق علي أنا، ممكن يكون أنا ما درسته منيح، ممكن أنا ما بكون مرنته منيح حتى التدريبات اللي أخذها مثلا. هون الحق أو العاتق الأكبر بيقع على الأهل، الأب أو الأم. أنا هذا رأيي، يعني إذا كان طالب بالمدرسة ما جاب علامات منيحة فلا العاتق الأكبر على الأهل. بس لا، إذا كان طالب مثلا بتعرفي أنت ابنك ما بيستوعب بالمرة مرتين ثلاثة، حطيه مدارس خصوصية، حطيه دورات خصوصية، أنت كمان درسيه بالبيت، يعني خلي توصل ل10 مرات كمان، بس إنه وصل لنتيجة إنه راح يفهم. هلا نحن موضوعنا كيف بتتعاملي معه إذا غلط. فرضا غلط غلطة بالبيت أو كب شاي على السجادة أو اتخانق مع رفقاته. هلا هاي الشغلة ضرب. هاي الشغلة بالبيت بالأخص، والعبث والخراب، وخاصة لما يجي أولاد عمه، وخاصة لما يجي هاي كون يعني أمه عندي ولد صغير يعني شي 3 سنين. لا نستعمل الضرب، لأنه طيب. الطفل ما بيجي إلا بالضرب، ما بعرف هيك صاير المجتمع، هيك صاير يعني. طيب هلا الضرب اللي انت بتضربيه لابنك ضرب عنيف لدرجه موجعه ولا هو خفيف؟ لا يعني ما بنقول انه ضرب يعني يوصل لمرحله القتل او يطلع دمه او لا، بس انه بيكون يخاف يعني. ضربه على الايد، ضربه شوي على الظهر، بس انه بيخاف. دائما بيقول اضرب الكبير للصغير يتعلم، هيك بيقول. كمان اولاد عمه لما بيجوا بيشوفوا انه امهاتهم بيضربوه، هو كمان بيقعد عاقل هيك يعني. هلا بيقول امي تضربني. يعطيكي الف عافيه. الله يعافيكي. اهلا وسهلا فيكي. مرحبا. اهلين، يا هلا. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكي. حضرتك متزوجه؟ ايه متزوجه. عندك اولاد؟ ايه طبعا عندي ولدين. الله يخلي لك اياهم. هلا سؤالي، اذا اولادك غلطوا بالبيت، شاغبوا او كسروا لك شيء او كبوا مي على السجاده او الى اخره من حركات الطفل، يعني كيف العقوبه اللي انت بتفرضيها على اولادك؟ بتضربيهم بايدك او بالعصايه، او مثلا بتصيحي عليهم او بتحكي معهم كلام يعني الفاظ مش منيحه؟ هلا طبعا انا عندي ولدين، الكبير عمره 5 سنين واللي صغير عمره 1 و7 أشهر. هلا يعني ما بلجأ للضرب طبعا، هن صغار ما بيفهموا شيء. فأنا دوري كأم لازم أفهمهم، أربيهم منيح، أعلمهم على الشغل الصح والغلط. دائما بالبيت أنا أحيانا بقعد معاهم، بلعب معاهم، بنبهون على هاي الشغلة الصح الشغلة الغلط. لا تعمل هيك لما بياكلوا، بقعد معاهم لا تكب الوسخ على ثيابك، انتبه وانت عم تاكل. مثلا إذا شربت المي شوي شوي لا تكب المي على ثيابك. طبعا هالحكي كله بوجهه لابني الكبير اللي عمره 5 سنين. فالطفل الصغير ابني الصغير اللي عمره 1 و7 أشهر بيقعد بيتفرج علينا. صح هو صغير ما بيفهم، بس بيطلع على حركاتنا، بيلقط من الكبير، بيلقط حكي شوي حكي مني من أخوه الكبير. فأنا ما بعاقبهم، ما بضربهم، فدائما بوجههم مثلا شوي شوي لا تعمل هيك. إذا غلطوا بضحك بوجهه، ما بصرخ عليه. إذا صرخت عليه أو ضربته رح يضل يخاف مني، وإذا عمل غلطة ما رح يخبرني بهاي الغلطة، فأنا مجبورة أضحك معه، أسايره مشان ما يفوت بهاي الغلطة مرة تانية. معنى كلامك إنه ولا مرة صيحتي على أولادي؟ هلا صح بصيح، بس مو إنه والله كب المي بصيح عليه أو كب شغلة على ثيابه بصيح عليه، لا. في أغلاط بيعملها مثلا بخوفه
بس مو هالخوف، الضرب، الصياح بالصوت العالي، لا شوي شوي يعني بصيح عليه، مو بهالصوت العالي يعني. مرحبا. أهلا وسهلا. هلا. حضرتك متزوجة؟ لا أبدا، بس عندي ولاد أخت ولاد الأخ بيكونوا عنا أغلب الأوقات. عندك أولاد أخت وأولاد أخ. طيب أولاد أخوك وأولاد أختك وقت بيجوا لعندكم على البيت أو مثلا بتطلعوا سوا مشوار بيشاغبوا، بتعرفي الطفل حركي، بيشاغبوا، بيعملوا حركات، ممكن يتضاربوا، ممكن يتصايحوا، ممكن يقتلوا بعض أحيانا إلى آخره، أو ضمن البيت اجوا كسروا لك شغلة بتهمك أنت. شو التصرف اللي بتعمليه وشو هي ردة فعلك على هالتصرف تبع الطفل؟ هلا التعامل مع الطفل هو مو مثل التعامل مع شخص الآخر. هلا الطفل بضل الطفل يعني، أسلوب كمان بياخد دور. إذا أسلوبك معه مناح إجباري ما يكسر أو ما بيخربه. إذا تعندي على طفل إجباري بيكسر وبيعمل شيء عكس اللي إنه أنت عم تقولي. إذا بتقولي لا ليك تعمل أو بتضربه بيعنت وبيكسر وبيخرب وإلى آخره. فأنا باخد هالدور اللي إنه كخالي أو كعمي، باخد دور إنه أسلوبي يكون معه منيح، رين يعني بيكون أسلوبي. بقول لهم حبيبي لا تعمل هيك، حبيبي لا تساوي هيك، أو إذا هاي مثلا شغلة الكبار ما يصير تاخدها، أو لعب بهاللعبة. كمان شغلة تانية كمان أغلب هلا الجيل هلا أغلبيتهم عن الإنترنت وأغلبيتهم عن التاب أو الموبايلات. فهون يعني بنصح الأمهات، يعني صح أنا ما لسه ما أخذ دور الأم كمان، بس تقريبا يعني أخذت يعني أغلب الأوقات بيكونوا عندي، يعني أخذت الدور قبل ما أتزوج يعني. إن شاء الله قريبا يا رب. تسلم يا رب. فهون أنا بتعامل معهم إنه التاب مو منيح للعين، إنه هاي شوفوا أنا بلبس نظارات، شوفوا أنا خالتكم عم تلبس نظارات لأنه بتلعب موبايلات، عم تلعب ما بعرف شو. فهون بيطلعوا علي يعني ما بيعملوا هيك. خلاص الألعاب أحسن من التاب والموبايلات. كمان كنت حابة إنه ضمن الفقرة اللي أنت عم تعملي معي، كنت حابة أنصح جميع الأمهات كمان. شكرا كتير إليك. تسلمي يا رب. فهون كمان العنف إذا بيعتبر هاي كمان الضرب الوسيلة اللي بيستخدموها بتضل عنف كمان. خلاص بالأسلوب بالتعامل أحسن ما إنه تستخدمي أي إنسان بيستخدم، بس يوصل للمرحلة إنه خلاص إنه يلزم، أو بالشغل البسيطة، مو إنه ضروري إنه توجعه، أو مو ضروري إنه تأذيه للطفل. يعني بالنهاية هو طفل يعني بيضل بذاكرته إنه أمي تضربني أو الخالة عم تضربه وإلى آخره. فهون كمان إنه استخدام الضرب أو الصوت العالي كمان أنا بظن إنه هاي مو وسيلة، إنه هو يعني هاي مو حل للطفل. يعني بالعكس الأسلوب منيح، أو من بدل إذا ضرب كمان تعطيه شوكولا أو تعطيه بسكوتي أو تعطيه بطاطا، أحسن ما إنه تستخدمي الضرب. أسلوب المكافآت. طيب أختك ما بتضرب أولادها أبدا ولا بتصيح عليهم؟ هلا أغلب الأوقات ما بظن، لا يعني بتضل عندي هي أو أنا بكون عندها. بالعكس أحيانا أنا بمزح معهم بضربهم، هي تقول لي لا لا تضربي ولادي. بقول انه لانه ولادي كانوا تقول لا ان الوسيله الضرب ما بستخدمها الا الحالات الضروريه. اذا كمان الحاله الضروريه كمان ما بخليهم يتوجعوا يعني، بس انه الوسيله تبع الضرب لعائلتنا ما في هلا. شكرا كتير لك على هالمقابله. تسلمي يا رب. توفيق. يسعد أوقاتكم جميعا مستمعي إذاعة ستار اف ام من وين ما كنتوا عم تتابعونا بعد هاللقاءات الصغيرة اللي عملناها مع بعض الأمهات وبعض ذوي الأطفال. رح نبلش حلقتنا اليوم من برنامج المرأة والحياة. حلقتنا اليوم بتصور صارت واضحة، هي عن العنف ضد الطفل. ضيفتنا اليوم هي رشا علي. يسعد أوقاتك رشا. أهلا وسهلا فيكم بإذاعتكم إذاعة ستار اف ام وببرنامجكم برنامج الحياة والمرأة. المرأة والحياة اللي عم تهتم بهيك قضايا. بيسعدني أنه هيك إذاعة تهتم بالطفل وبشؤون الطفل. بداية تعرفين عن حالك رشا علي؟ رشا علي خريجة علم نفس ومهتمة بقضايا الأطفال. يا ميت أهلا وسهلا فيك. آنسة رشا، نحكي موضوعنا عن العنف اللي يمارس ضد الطفل أو الطفلة. تعرفين عن العنف، شو هو تعريف العنف؟
طبعا العنف هو كل أسلوب يمارس فيه تهديد أو إيذاء بكل أشكاله، سواء كان جسدي أو لفظي أو حتى نفسي أو اجتماعي أو صحي أو حتى اقتصادي. الإهمال كمان صار مندرج تحت قائمة العنف. هلا حكينا عن تعريف العنف، هو إيذاء الطفل بشكل أو ما، إيذاء الطفل ضمن الأسرة، بالشارع، بعدين بالمدرسة، بعدين بالمجتمع. ممكن هلا تحكي لنا عن أشكال العنف؟ أشكال العنف هي كتيرة. أكتر شكل متعارف عليه هو العنف الجسدي، هو ضرب الطفل. ممكن يكون الضرب شديد، هون يكون ضرب بالإيد، بالرجل، شد الشعر، أو حتى ضرب بالعصا والخرطوم أو الأدوات الحادة، وأحيانا كتير بيؤدي إلى كسر لأحد أعضاء الطفل. ممكن يكون كمان الضرب بسيط، بس بالحالتين بنسميه عنف، والأسلوب بيأثر على الطفل جسديا ونفسيا. طبعا في نوع تاني من العنف هو العنف الجنسي، بيكون عن طريق الألفاظ الجنسية أو التحرش أو أحيانا الاغتصاب. في نوع ثالث كمان من العنف هو الإهمال العاطفي، يعني ما بنعطي للطفل الحب، الحنان اللي هو بيحتاجه، ودائما بنتعامل معه بقسوة. يعني لازم الأهل هون يتعاملوا مع أولادهم بدفء، بحنان، يحضنوا أولادهم، يبوسوهم، ما بيخلوهم يناموا هن عم يبكوا، يعني يهتموا بالعاطفة عند الطفل، الجانب النفسي للطفل. طبعا هون كتير من المواقع التواصل الاجتماعي بالفترات الأخيرة صارت تنشر فيديوهات وطرق بسيطة كتير للتعامل مع الطفل في البيت. مثلا كان إحدى الطرق اللي كتير عجبتني واللي هي سهلة كتير، يعني ما بتكلف على فكرة، لمس شعر البنات أو الأولاد، هيك بمرر إيدي على الشعر بطريقة هادية ودافية وحنونة، بوس طفلي أو طفلتي، أحضنها. في طاقة لما أنا بحضن ابني أو بنتي، في طاقة بتتولد إيجابية بين الاثنين، حتى يقال إنه هي تنعكس على الحالة النفسية والجسدية للمرأة. بتشجع الطفل، بتشجع عنده الثقة بنفسه حتى كمان، يعني ما بيضل هو منكسر. تمام. نكمل أشكال العنف. نجي هلا على الإهمال الطبي، وهو كمان نوع من أنواع العنف. عدم الاهتمام بصحة الأولاد. مثلا بيضلوا حفيانين، وهالظاهرة بنشوفها كتير وقت يمرضوا ما بيهتموا فيهن. مثلا أغلب النساء، مو أغلب، يعني بعض النساء يعني عندها زيارة، عندها مشوار، بتفضل هذا المشوار على طفلة، على صحة طفلة، فهذا الشيء بشوفه خطأ كبير. تمام. كمان ننتقل للإهمال الفكري، وهو إنه ما ننمي مواهب الطفل. مثلا عنا بنوتة صوتها حلو، ما بنشجعها تغني. عنا ولد بيرسم، كمان بنهمله. وأحيانا بنشوف طفل ذكي كتير، أهله بيطلعوه من المدرسة وبيحطوه بالصناعة بشغلة عادية يشتغل. طبعا هذا الشيء كمان بيرجع لنتيجة الوضع الاقتصادي السيء بالمنطقة عنا. رغم أنه هالشيء مو مبرر، ولكن الوضع الاقتصادي صار يتحكم ببعض العوائل نتيجة قلة الوعي عند الأهل، عند الأب، عند الأم، عند العائلة. فبيطالعوا الولد هذا الشاطر من المدرسة بالصف السادس. لاحظنا بالمناطق يعني المتطرفة من المدينة، طبعا مش ضمن المدينة، بيعملوا هالشغلات هاي. اتفضلي. كمان في عنا العنف النفسي وأشكاله كتيرة، منها عزل الطفل عن المجتمع، عن الحياة الطبيعية، مثل يعني منع الطفل من اللعب مع أصدقائه. وأخيرا عنا العنف اللفظي، هو أسوأ أنواع العنف، لأنه له تأثيرات على بناء شخصية الطفل في المستقبل. مثلا المفردات اللي بيسمعها الطفل من الأهل، الأقارب، أو بالمدرسة أو الشارع. طبعا المفردات تكون سلبية، تترسخ في وجدان الطفل وحتى تكبر وتنمو معه، يعني لحتى يصير شاب وهو بهالحالة ما بيصير شخص سيء أو بيعامل أولاده مستقبلا طبعا بعد ما يتزوج بنفس الطريقة اللي تربى عليها. طبعا وفقا لبعض دراسات أنستي، الدراسات العلمية والإحصائيات، تبين أنه 75% من العنف اللي بيمارس
على الطفل هو من الأقارب بالدرجة الأولى. الأقارب بالدرجة الأولى هن الأب والأم والجد والجدة والعم والعمة وإلى آخره، يعني من المحيطة من الأسرة بالدرجة الأولى. بعدين من المدرسة الطفل بيقضي أغلب وقته بالبيت. ممكن يكون العنف عن طريق الأب، الأم، الأقارب، مثل ما هدول الأشخاص اللي هن أكثر قربا من الأطفال. ولما تيجي تسألي الأهل ليش بتتصرفوا هيك، بيقولوا نحن عم نأدب أولادنا. طبعا أنا من وجهة نظري هالمفهوم غلط، لأنه لازم الأهل يفرقوا بين التأديب والتعنيف. فتتفضلي حضرتك تحكي لنا عن هالنقطة هاي. طبعا الاختلاف بين الأجيال والاختلاف بين الثقافات وحتى بالمفاهيم ما كنا نعتبره غلط بوقت ما الآن مقبول. مدرسة التحليل النفسي بتركز أنه لما نمارس عنف على الطفل بيصبح جزء من تربيته مثل الأكل، الشرب. العنف يترسخ بهالطفل لحتى يكبر. كمان بنلاحظ أنه الطفل المعنف بعد فترة بس يصير كبير بيمارس نفس الأساليب اللي مورست عليه، وحسب اعتقاده هو أنه هالأسلوب هو الأسلوب المناسب والناجح. طبعا، ومن الطبيعي الأعراض اللي بتظهر نتيجة سوء التعامل مع الطفل وتعنيف الطفل رح تمتد لسنوات لاحقة. نحن قلنا من سن الطفولة، من اللي هو ببلش من سن الطفولة ل 18 سنة. يعني الطفل يتعرض للعنف وهو صغير رح تظهر عليه نتائج هالعنف بس يصير شاب ويكبر. حتى الطفلة كمان بس تكبر رح تظهر عليها نتائج. تحكي لنا عن الآثار النفسية للعنف، الآثار النفسية على العنف على الطفل. أكيد الطفل اللي يعنف بعمر 5 سنوات رح يصاب باضطراب نفسي ناتج عن هذا التعنيف وهو عمره 15 سنة، يعني مثل اضطراب القلق، اضطراب الاكتئاب، ضعف الثقة بالنفس، تعاطي المخدرات، الاتجاه نحو الجريمة، السرقة. بنرجع نقول في شعرة بين التأديب والتعنيف. تماما. هلأ لاحظنا كتير حالات كمان عند الناس الأهل الغير واعيين، ما نقول الناس، بعد كل مشوار أو زيارة بس يرجعوا على البيت يضربوا أولاده بحجة تعديل بعض السلوكيات. بيقولوا نحن لازم نصحح سلوك أولادنا، لازم نأدبهم. توضحي لنا الظروف المحيطة بموضوع العنف وأساليب تعديل السلوك. نحكي أولا عن التعيير بالأسماء، تلقيب الطفل. كتير بنسمع بيقولوا لأولادن أنت أو أنت غبي، حيوان، بعمرك ما رح تنجح، كسلان. ومن ناحية أخرى الضرب المبرح أو باستخدام الأدوات. نسمع كتير من الآباء والأمهات بيقولوا ما عاد أقدر أضرب بإيدي، صارت إيدي توجعني. هون بيستخدموا العصا، الخرطوم، أو شيء حديد، يعني شيء حاد. الأمر الثاني عنا معادلة بالعنف الأسري حتى نقدر نحطها قدام الآباء والأمهات والمعنيين، اسمها معادلة العنف الأسري. لازم كل أب أو أم أو أي شخص كبير مسؤول عن طفل صغير، أول هالمعادلة هو موضوع التكرار. يعني الطفل عم يتعرض للضرب 3 مرات أو 4 مرات أسبوعيا. الطفل وقت يتعرض للضرب بكل موقف هاي عفوا هون يعني بنسميه التكرار. تكرار يعني تكرار العقوبة. أكيد خلال الأسبوع الواحد أكثر من 3-4 مرات الطفل يعرض للتعنيف اللي هو الضرب إما أو استخدام كلمات بذيئة. أكيد. الشغلة الثانية موضوع الاستغلال، يعني شو ما طلبنا من الطفل بيطلب منا مقابل مادي. ممكن يكون المصروف ما عم يكفيه، فلازم الأهل لهالناحية، يعني هون الأهل لازم ينتبهوا لهالناحية كتير منيح. بعدين نحكي عن عملية العملية الدرجي المعنف لما ينضرب للمرة الأولى والثانية. بعد فترة يبدأ بيشعر أنه ما وصل لمستوى الألم اللي بده إياها. هو يبلش يستخدم الحرق بالسيجارة أو الضرب بالعصا أو الربط بالسلاسل أو إلى آخره، أو الضرب المبرح حتى الإغماء. كان قصدك إنه المعنف اللي هو ممكن يكون الأهل
أو حدا من الشارع أو بالمدرسة. أكيد. المعنف ببلش بيضرب بالإيد، بعدين بيحس حاله ما وصل الطفل لهالمرحلة من الإيذاء، بيتصاعد عند المعنف الإيذاء باللا شعور تبعه طبعا، وببلش بدل ما كان يضربه كف. طيب أنت من وجهة نظرك كيف أنا ممكن أحمي هدول الأطفال من التعنيف؟ ببلش من الأسرة، بعدين بفوت على قطاع المدرسة وقطاع التعليم، بعدين بالشارع، بعدين بالدوام وإلى آخره. أسلوب التهديد والتعنيف والضرب هو أسلوب غلط لتعديل السلوك، من أساليب تعديل السلوك. التعزيز السلبي، التعزيز الإيجابي. رح بلش عن التعزيز الإيجابي. رح بلش بالتعزيز الإيجابي. ممكن نستخدم أسلوب التشجيع اللفظي، لما الآنسة تقول لطلابها